السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. آه ايه الاخبار؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وشكرا لاي حد بيقول كلمة حلوة، وشكرا لاي حد بيقول كلمة مش حلوة. علشان ما اخدش من وقتكم كتير. للأسف اضطرينا نضغط فيديوهين في فيديو واحد. كان فيه المفروض حلقة معمولة ومتصورة وجاهزة هتنزل، ولكن ماتش الزمالك بتاع امبارح مع في نهائي الكونفدرالية خلانا نضغط الاتنين مع بعض، لأن كان في مشكلة في النت كده، فللأسف معرفناش ننزلها يعني. فسامحوني يعني إن الاتنين هيكونوا مع بعض. طيب، في البداية نتكلم عن ماتش الزمالك بالأمس، اللي انتهى 1-0 لاتحاد العاصمة الجزائري. طبعا سيناريوهات كرة مجنونة وملهاش عزيز وملهاش كبير، ومحدش يقدر يتحكم يقول 90 دقيقة رايحين فين. زي ما شفنا امبارح، يمكن كان كانت المباراة او الماتش امبارح مش هقدر اقول من جانب واحد، من اللي هو من اتجاه نادي اتحاد العاصمة الجزائري. لكن كان الزمالك ليه محاولات برضو، يمكن راح على الجون على الجول هناك من 5 ل6 مرات، وكلهم كانوا خطر. في اتنين، واحدة لشيكو بانزا اللي جت جون واتلغى، وفي واحدة تانية اللي تشمس فيها الحارس وحط الكرة جوه ال3 خشبات، لكن المدافع طلع الكورة. وفي كورة كمان في أول 4 دقايق أو أول 5 دقايق على ما أظن. ده غير الجول اللي جابه اخوان بزيرة. يعني اداء يحترم امبارح من نادي الزمالك، وهو ده اللي كان متوقع من كابتن معتمد. لان انت بتلعب بره ارضك، بره بعيد عن جمهورك. يمكن هو ماتشات النهائيات او ماتشات اللي خارج الديار دي بالذات، لو ماتشات كبيرة بتبقى ماتش اخطف واجري. يعني انت هتقفل او هتأمن دفاعيا، وهتحاول ان انت تخطف. وده اللي عمله نادي الزمالك امبارح. خطف مرة، لكن كان في كورة فيها فاول على تشيكو بانزا. خطف التاني وجاب جول تاني، بس كان الفار تدخل في الموضوع وحسب بينالتي قبل الجول اللي جابه خوان بزيرة. ولكن هارد لك لنادي الزمالك. لسه في شوط تاني هنا في مصر ان شاء الله. آه، توفيق ان شاء الله. نادي الزمالك قادر ان هو هنا في وسط ملعبه وفي وسط جمهوره يقدر يفوز يعني ان شاء الله على اتحاد العاصمة الجزائري، حتى ولو بنتيجة 2-1. ان شاء الله. بالتوفيق لجمهور وفريق نادي الزمالك. ماتشكوا في ارضكوا في ملعبكوا في وسط جمهوركوا. ما اعتقدش ان في مبرر يخليك ما تاخدش البطولة دي. بس وده تمنياتنا عشان اخواتنا الزملكاوية المحترمين. وحط تحت المحترمين دي 100 ألف خط وخط. لأن الموضوع كبير، موضوع بايخ، موضوع فيه رغي كتير قوي قوي قوي، من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. وده يتكلم وده يتكلم، واللي ملوش عزب يتكلم، واللي ليه عزب يتكلم. فالمواضيع بقت رخمة. انت بتتكلم كزملكاوي في موضوع حسين الشحات. يعني في مذيع كابتن، مش كابتن يعني، صلاح سليمان، احد لاعبين نادي الزمالك السابقين يعني، والمعتزل حاليا بعد انتقاله لنادي انبي من فترة كبيرة يعني. اتكلم على موضوع حسين الشحات، فكان سأله المذيع بتاع اون سبورت سؤال عابر عادي جدا: هل لو حسين الشحات فري، هل ممكن الزمالك يوافق ان هو يضم حسين الشحات؟ فكان رده لأ، وازاي وانت بتتكلم في لعيب 14 ومش 14 وانا وكان حطه في مقارنة كده مع شيكابالا، وقال لك ده لعيب دولي. انت دلوقتي لعيب دولي، هو في لعيب دولي يروح المنتخب يلعب 8 ماتشات بس؟ هو ايه ايه تاريخ حسين الشحات مع المنتخب؟ وخده في حتة بعيدة، مع ان هو بينه وبين نفسه هو هيموت. يعني لو افترضنا ان حسين الشحات نفسه وافق يلعب في الزمالك، فانت هتموت للموت ان انت
تاخد حسين الشحات. فما تحورش. يعني الناس اللي راحت عليها دي بلاش كلام كتير، بلاش رغي كتير، بلاش هري كتير. انت قارنت حسين الشحات بتاريخه مع المنتخب بتاريخ شيكابالا. ارجع كده لحسين الشحات في كل فترة كان بيبقى فيها مكسر الدنيا، وتعالى اعمل تجمع للمنتخب الوطني هتلاقي حسين الشحات مصاب. ما هي دي مش بإرادته، هو لعيب دولي بس مش بإرادته، انت فاهم؟ الا لو انت كان يعني، او شيكابالا كان بيتدخل في إرادة الموضوع ده، ان هو قبل التجمع الدولي ما كانش بيتصاب، او كان قبلها بفترة بيعمل مصاب مثلا عشان ما يلعبش، عشان يبقى تمام في ساعة المنتخب. وبعدين تاريخ شيكابالا ايه مع المنتخب؟ جول واحد في 27 28 30 ماتش 32 ماتش، مش اكتر من كده يعني. فايه التاريخ بالنسبة لك مع منتخب؟ ايه التاريخ؟ انت واحد من الناس يا كابتن صلاح، اعتقد رحت المنتخب مرة واحدة واستدعوك لما طارق حامد اتصاب يعني. فبلاش احنا نتكلم في الحاجات دي. وكنت متصنف في صحفي اسمه رامي ناجي في 2017 كان كتب عنك في جريدة اليوم السابع او في موقع اليوم السابع، يعني ان انت بتصنف من اللعيبة الفتوات في الملعب. ليه؟ علشان انت ما عندكش فنيات، انت عندك زق وضرب وخناق وبتاع والكلام ده كله، فاهم؟ فكابتن مش اي حد يتكلم على لعيب في النادي الاهلي، مش وبالذات لو كان بقيمة حسين الشحات يعني. يمكن الموضوع بيبان بسيط، لكن عايز تتصيد في حاجة تانية، فاهم؟ راحت عليك ومش متشاف وبتاع، عايز جماهير الزمالك تطلعك وتقول له بس الدكر اللي بيحبش مش عارف يعمل ايه ويقول علينا وبيسوي علينا. اعمل كده مع حد تاني، فاهم؟ يعني خبط في حد تاني. بس هقول لك ايه، ما هو انتوا كلكم كده، ما هو انتوا كلكم كده. المتزملكين او الزملكاويه يعني، اللي هم مش عايز اقول كده عشان ما اشيلش ذنب بس حد يعني. ولكن كلكم بتعيشوا نفس السيناريو ده، اللي هو انا فين، انا مش متشاف، انا راحت عليا، انا باكل بالجزمه، انا محدش عارفني، فانا لازم اطلع اخبط في سيدي عشان خاطر، او النادي الاهلي يعني. كده كده النادي الاهلي سيدك وانت عارف حاجه زي كده. لازم اطلع اخبط في النادي الاهلي علشان خاطر الناس ترجع تقول بص الفيديو بتاعي يطلع ترند ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. فبالنسبة للناس اللي بتتكلم كده او اشباه كابتن صلاح، اسمك ايه، سليمان، آه، ريح ريح ومالكش دعوة بالقصة دي خالص. يعني لا انت كنت نجم عشان تطلع تتكلم، ولا فنيات، ولا تاريخ، ولا اي حاجه خالص. يعني انت لعبت ثلاث سنين في الزمالك تقريبا، فما يستاهلوش الهيصه اللي انت عاملها دي عشان تطلع ترند. طب جامد يا عم، طب جامد يا عم، طب جامد، وما فيش منك اتنين، وبتجيب حق النادي وذكر، والناس بتقول لك ان انت فتوة النادي، وهم دول ولاد النادي اللي احنا عايزينهم، وهم دول اللي بيجيبوا حق النادي ومش عايزين تخاذل. جامد يا عم صلاح، جامد يا عم صلاح يا سليمان. خلاص، برافو يا كابتن، برافو عليك. انت بعيد، انت بعيد عن الدنيا يعني. وانا شايف برضو ان انت خدت وقت كبير قوي بصراحة. خدت وقت كبير قوي في الكلام عليك. وانا بس كانت مشكلتي في مقارنة حسين الشحات بشيكابالا في منتخب. شيكابالا بطل، حسين الشحات لسه مكمل، وربنا يكرمه ان شاء الله ويروح المنتخب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون. بالنسبة ل يقال عنهم يعني رموز واساطير وأبناء النادي الزمالك العريق، الذي يصنف من قبل جمهور الكرة المصرية بأنه أو بأنه منافس ليا للنادي الأهلي. وده ليه؟ ده بس عشان هو معاه أرقام أكتر من التانيين، معاه 14 مثلا دوري أو 15 أو الكلام ده كله، بالرغم ان في فرق تانية خدت الدوري لكن هو اعلاهم. لكن مقارنة بيا انا بعيد جدا 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 عنه. فالناس اللي هي يقال عنها رموز النادي الزمالك، مع احقية
اللقب ده، لان كل اناء زي ما بيقولوا ينضح بما فيه. أه هاجي هنا للكابتن مدحت عبد الهادي، لاعب نادي الزمالك السابق وعضو جهاز الفني، احد اعضاء الجهاز الفني لنادي الزمالك في فتره من الفترات. انت مالك يا كابتن ومالنا؟ مالك ومالنا والله. هو يعني انت راجل في مقصوره بتاعه استاد الدفاع الجوي، سوري، استاد برج العرب، بتلاعب سموحه. حضرتك جبت جول في الدقائق اللي تعتبر الاخيره، او فريقك جاب جول في الدقائق الاخيره. فانت بتلعب سموحه في برج العرب اسكندريه، جبت جول في سموحه. افرح اتبسط انك خدت التلاتة بوينت. انا مالي؟ انا مالي ليه في وسط فرحتك انا شغلك عشان تشتم الاهلي، تقول لفظ اللي هو كذا الاهلي مثلا؟ بجد انا ليه شغلك؟ انت مسافر اسكندريه، او هم مسفرينك اسكندريه تتفرج على ماتش لناديك عشان انا افضل هنا برضو؟ طب ما انت كسبت هناك يا ريس. انا بقى في القاهره كسبان خسران متعادل، ما رحتش الماتش، انسحبت. انبي انسحب، جبت 100 جول، جبت ما جبتش ولا جول. انت مالك؟ انت راجل رايح تاخد التلاتة بوينت بتوعك من سموحه من اسكندريه. انا ليه شغلك؟ وبعدين هو انتوا يا جماعه مش هتبطلوا المبررات التعبانه بتاعتكوا دي؟ يعني انت اول ما الدنيا اتقلبت عليك والفيديو انتشر وفايرال وطلع للناس والناس اتكلمت عليه، تطلع تعمل فيديو تبرر فيه موقفك فتتكلم؟ يا اخي احترم عقولنا يا اخي. قال لك اصل انا كنت في الملعب، سمو اسمه ايه، الزمالك جاب جول، فحد بيقول لي يا كابتن طب والاهلي؟ قلنا له قلت له ملناش دعوه بالاهلي. واحد قال طب كذا الاهلي، اللي هو اللفظ اللي اتقال في الفيديو. قال لك انا قلت له لا ما تقولش كذا الاهلي. فالناس خدت الفيديو قصت، ايه يا عم، ايه يا عم، ايه يا عم، ده انت سيناريست يا راجل، انت سيناريست كده يا بابا. احترم. يعني بص هقول لك على حاجه، احنا ما بيجيش معانا الكلام الاهبل ده، فاهم؟ يعني الكلام الاونطه اللي انت قلته ده، يعني لو جبت عيل عنده 5 سنين هيقول لك كده ويضحك عليك والله العظيم. فاعمل حساب لعيالك مثلا، فاهم؟ اعمل حساب لقرايبك، احترم عقول دول يا اخي. احترم عقول مثلا اقول لك ايه، جمهور النادي اللي انت بتنتمي ليه. احترم عقولهم، قدرهم، فاهم؟ قول لهم حاجه هم يصدقوها. بس انا اقول لك على حاجه، هم كده كده هيصدقوا اللي انت قلته. يعني هي دي المصيبه الاكبر، ان هم هيصدقوا اللي انت قلته. يقول لك الراجل قال ما بص قال والله، قال هو كان بيقول واحد كان بيشتم وقال له مش تشتم، مش تشتم يا كابتن، مش تقول كذا. فاحنا ما بياكلش معانا الاونطه دي. واحنا كجمهور النادي الاهلي بنطلب وبنرجو من مجلس الاداره و محامين النادي الاهلي بالتدخل في الموضوع ده، ومستشارين النادي الاهلي بالتدخل في الموضوع ده، سواء برفع دعوة قضائية بقى ضد المدعو مدحت عبد الهادي، او بأي طريقة. هات حق النادي بأي طريقة، ما تسكتش، ما تسكتش وتدي فرصة للناس تزيط. لان انت لما بتسكت اديت فرصة لواحد، هقول عنه ايه، بياكل عيش، واحد بياكل عيش ارزقي يعني، فاهمني؟ ما بيصدق يلاقي حاجة تخص النادي الأهلي عشان يطلع يتكلم فيها قدام الكاميرات وقدام الشاشات. ده أرزقي، راجل على الله. بقاله فترة ما عملش إعلانات، ما طلعش ترند، ما علقش على ماتش وقال لك يا ليلة يا ليلة، والساوند بتاعه طلع ترند، فاهم؟ فأول ما بيلاقي حاجة طلعه ترند بيرغي، عامل زي اللي قاعد مستني مصيبة تحصل أو جنازة تحصل ويشبع فيها لطم. طبعا انت عارف مين بيقول يا ليلة ويا ليلة رد ويا ليلة حمرة وتوقف ومعلول والزغلول والحاجات اللي كان ايه
اول ما النادي الاهلي كان ساعتها النادي الاهلي جميل. بس اول ما مدحت عبد الهادي آه، اخطأ او سب النادي، طلع قال لك وايه المشكله يا جمهور النادي الاهلي؟ ما هو انت خدت امام عاشور وهو غلط فيك، واحمد عيد الباك اليمين وهو غلطان فيك وفي رموز النادي الاهلي. طب طب انت ايش دخلك انت في القصه دي؟ راجل شتم، واحنا بقى بمزاجنا نحاسبه ما نحاسبوش، نرفع دعوه ما نرفعش، دي حاجه ترجع لنا احنا. انت مالك؟ بس يعني مدحت شلبي و... و... وامثاله، يعني احنا اللي عملنا فيهم كده كنادي اهلي، يعني برضو بصراحه احنا اللي عملنا فيهم كده. لانه هو يعني عارف انت لما تكون صيت صيت، انا مركون، محدش بيتفرج على البرنامج بتاعي. طبعا حتى يعني لو حد شاف الفيديو ده منهم مثلا هيطلع بتقرير ان هم اكتر ناس بتتشاف في الوطن العربي الجمهوري الدنيا في العالم، اكتر برنامج بيتشاف مساء الانوار طبعا. فدي حاجة مفروغ منها يعني. آه، شوف مين بيوزك على القصة دي بقى عشان يعني فاهم. شوف مين بيوزك تتكلم وترغي وتزن يعني حد عايز ياخد حقه من كام سنة كده، وعامل فيها كان عايز يعلم على النادي الاهلي ومعرفش. فاهم؟ آه كل لما يعوز تقول حاجة يرمي لك لا مؤاخذة شوال فلوس عشان تقول، عشان تتكلم، عشان تجيب سيرة النادي. فكك من الاسطوانة المشروخة دي وبطل صيت. يعني ممكن تتصيد في حاجة تانية، فاهم؟ عشان نفسك وعشان عيالك وعشان أحفادك، انت راجل كبير ومش قد الكلام ده كله. فبلاش فتاكة. فاكر الفتاكة؟ سلم لي على حورية الغيني، ها. فكابتن مدحت شوف لك حاجة، سواء انت ده سواء انت او مدحت التاني، شوفوا لكم حاجة اعملوها. يعني شوفوا لكم حاجة مفيدة، طلع فلوس لله مثلا، فاهم؟ اعمل حاجة، اعمل برنامج خيري، اعمل جمعية خيرية. اتكلم في شغلك يا عم، بلاش تعمل خير، اتكلم في شغلك بعيدا عن النادي الاهلي. اتكلم على النادي الاهلي، ما هو ده طبيعي شغلك، وده رقم واحد في شغلك، وده اساس شغلك، لان لو ده مش موجود ما كنتش انت اشتغلت. بس اتكلم باحترام، مالكش دعوة مين شتم، ومالكش دعوة مين غلط، ومالكش دعوة انا سامحت مين سوري كجمهور النادي الاهلي، ومالكش دعوه انا ما سامحتش مين وجبت مين وما جبتش مين وخليت مين يعتذر وصورت مين وهو بيعتذر وراح للجمهور واعتذر. مالكش دعوه. ركز في الاخطاء وما ترمي يعني ما تدورلوش على مبرر عشان الصيت. بس آه انا خلصت كلامي، واتمنى من النادي الاهلي التدخل سريعا لحل هذه المشكله، وارجو ان هي تكون برفع دعوى قضائيه ضد المدعو مدحت عبد الهادي. و ان شاء الله نادي الزمالك موفق هنا في مصر، ان شاء الله يقدر يفوز 2-1، وان شاء الله الاهلي ياخد الدوري. السلام عليكم.